ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة، ولكن قبل اي حاجة وقبل اي شيء بنقدم خالص التعازي للعيب المصري طبعا احمد رفعت، وبنقول ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه يا رب، وربنا يصبر اهله ويعني ويقدرهم كده على الموقف الصعب طبعا اللي هم فيه. الراجل بعد ما كان ربنا كرم وابتدينا نشوفه في الاعلام وابتدينا نشوفه ان هو خلاص ابتدى يرجع كده واحدة واحدة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اكيد ليه حكمة كبيرة في ده. فربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويسامحه ويسكنه فسيح جناته ان شاء الله، ويا رب كده يصبر اهله. ويعني سامحوني، هنتكلم بقى عن ماتش انجلترا طبعا وسويسرا. فوز طبعا غير مستحق تماما لانجلترا، وسويسرا كانت تستحق بصراحة ان هي تتأهل، خاصة ان يعني بصراحة وبمنتهى المصداقية يعني سويسرا افضل بكتير من انجلترا من بداية البطولة. كنا ممكن نشوف ماتش كويس، سواء كانت هتواجه هولندا او تركيا لسه هنشوف. يعني كان هيبقى ماتش افضل بكتير من انجلترا قدام اي فرقة من الفرقتين. فتعالوا نخش كده على الماتش ونشوف ايه اللي حصل في الماتش النهاردة. سويسرا انجلترا، ماتش يعني كويس، نقدر نقول عليه كويس. مش الماتش الوحش قوي، مش زي متوشة شفناه المنتخب انجلترا في اول البطولة كانت وحشة جدا جدا، انما الماتش كان يعني يعتبر كويس. طبعا بداية التحفظ الشديد من الفرقتين ده شيء طبيعي ومنطقي جدا، لان انت بتلعب عايز توصل لنص النهائي، فده طبيعي جدا ان انت تبقى متحفظ. ولكن انت اول ربع ساعة متحفظ، خلاص الريتم المباراة عرف. شفت ازاي منتخب سويسرا بيلعب. انا بتكلم طبعا على منتخب انجلترا لانه المنتخب الكبير اللي الطبيعي والمنطقي ان هو لما خلاص الماتش يبتدي ان هو يثبت على وضع معين وريتم معين، تبتدي انت اللي تمشي بقى الماتش زي ما انت عايز، لان انت الفرقة الكبيرة، انت اللي عندك المهارات الزيادة، انت اللي عندك الفارق المهاري عندك في فرقتك، وعندك اللاعبين اللي يقدروا ان هم يميزوك ويدوك يعني الادفانتج كده على الفرقة التانية. فالطبيعي ان انت بعد اول ربع ساعة خلاص عرفت رتم المباراة. شفت منتخب سويسرا نفس منهجه، مقفل الخطوط ومضيق الدنيا خالص، وبيلعب وسايب لك الاجنحة انت بتلعب فيها براحتك. وشوفنا ساكا تألق بصراحة، ويمكن حاول مرة واتنين على الجون في الشوط الاولاني، ولكن ما وفقش الراجل وما قدرش ان هو يحط جون او يعمل حاجة يعني، لان ما فيش اي مساعدات. الراجل بيلعب على الطرف، الكرة بتوصل له بيقدر ان هو يعمل العرضية، ما فيش اي حد غير هاري كين بس وسط 5-6 من دفاع من لعيبة سويسرا، فالراجل مش هيعمل حاجة. بيلينجهام، فودن، الاتنين بيتأخروا. نفس الكلام طبعا تريبير، يعني انا شايف انه ما كانش ليه لازمة خالص. تريبير كان ممكن تبدأ ببالمر مكان تريبير طالما انت بتلعب 3-4-3، فكان يعني بداية قلنا هغير الفكرة وغير التكتيك، ولكن غير الفكرة على الورق بس وعلى منظر اللعيبة، ولكن في الملعب ما شفناش اي فرق. ماينو برضو الراجل يعني على استحياء كده كان بيحاول ان هو يخرج بالكرة ويسند مع ساكا، ولكن برضو ما كانش موجود. منتخب سويسرا بقى يعني كان عنده الفرصة ان هو اللي ياخد الريسك، ولكن طبعا عشان منتخب سويسرا ياخد الريسك يعني ده حاجة صعبة جدا، وانا متفاهم ده جدا، ومتفاهم ليه مراد يكين يخاف ياخد ريسك في وقت، خاصة ان انت لسه في الشوط الاول، لسه الدنيا معاك. مع ان الطبيعي ان الشوط الاول يعني ممكن تاخد فيه الريسك، طبيعي جدا ان انت تجرب، خاصة ان منتخب انجلترا هو مصمم على طريقة اللعب هي اللي لعب بيها البطولة كلها، الطريقة المملة المستفزة اللي الواحد يعني خلاص زهق منها. فكان ممكن ياخد الريسك، ولكن الراجل خاف ان هو ياخد الريسك. هرجع تاني اتكلم عن تشيكا، الراجل في نص الملعب مايسترو، في نص الملعب بيخرج الكرة واحدة واحدة، وبيقدر ان هو يحرك الملعب زي ما هو عايز، بيقدر ان هو يفيد فرقته بشكل كبير. واتكلمنا عن امبولو، وهنا نروح للشوط التاني. شفنا بقى من بداية الشوط التاني، يمكن بعد اول 5-6 دقايق كده في الشوط التاني، برضو جس النبض، الفرقتين واخدين التحفظ الطبيعي جدا للفرقتين، والكلام باين جدا ان في تحفظ من الفرقتين. ولكن هنا بقى سويسرا اللي اخدت الريسك، ابتدت من مثلا من الدقيقة 50 او من الدقيقة 52 كده لحد الدقيقة 65 سويسرا حاطه انجلترا في ال18 بتاعها. تخيل مين اللي حاطط مين، تخيل مين اللي بيلعب على مين، تخيل مين اللي مسيطر على رتم الماتش ومين اللي بيحرك الفرقة.
اكانجي، تشير، رودريجيز. للمرة التانية بتكلم عليهم التلاتة خط الدفاع، تلاتة يعني متفاهمين جدا. التلاتة عاملين خط دفاع يعني فولاذي، عاملين خط دفاع شيك، عاملين خط دفاع ازاي بيخرج بالكرة. شفنا اكانجي بيعمل كم مرة الكرة ان هو يخطف الكرة وكأنه بيشتت، ولكن الراجل بيدي ثرو، يعني ده ثرو، ده مش تشتيته، الراجل بيدي كده ثرو، شايف الملعب وادى الكرة اندوي. حط الراجل في كذا مره في مواقف واحد على واحد كتير. شفنا امبولو اللي اتكلمنا عنه زي ما قلت لك، اللي بيخطف معاه خط الظهر وبيرجع بيه وبيقدر ان هو يلف ويروح على الجون. شفنا في اول الشوط التاني كان حاول واحده كده وكان هيجيبها جون. وفي طبعا الكوره العرضيه اللي اتلعبت من شير حطها لاندوي واندوي لعب العرضيه. شفنا امبولو بيحط كوره جوه الجون، جون جميل لمنتخب سويسرا، و هدف يعني كان يستحقه منتخب سويسرا في الوقت ده بالذات من اللعب. ولكن 5 دقايق بس بعديها، 5 دقايق بس، شفنا ساوث جيت بينزل 3 لعيبة مهمين جدا، بينزل لوك شو، بينزل ايزي، وبينزل بالمر، والتلاتة، وبيطلع بقى تريبير وماينو، وبيطلع كمان كوناسي. فيعني بيغير فكر في زحمة التبديل مع زحمة اللعيبة بتاعة منتخب سويسرا، ما نسقوش نفسهم بعد الجون اللي هم جابوه. وكنا طبعا شايفين ان اكانجي طول الماتش حاطط هاري كين ده يعني ماسكه، يعني الراجل ماسكه مش سايبه، مش يعني هاري كين اللي يمكن لما حب يتحرر منه راح مديله بنيه كده واخد فيها انذار كمان. يمكن الراجل معرفش يعمل اي حاجة مع اكانجي اللي كان عامل ماتش كبير وكان مسيطر جامد جدا. شير على الناحية اليمين برضو كان عامل اداء خرافي. الراجل كان بيتقدم، كنا بنشوف فرقة كلها بتتقدم وبيسيبوا تشاكا بس بيغطيهم كورة، وبيحطوا زي ما قلت لك انجلترا في نص ملعبهم. يعني انجلترا مزنوقة في نص ملعبها مش عارفة تخرج بالكورة. ولكن شفنا في ال5 دقايق دول بقول لك بعد الدربكه اللي حصلت و3 تبديلات مره واحده ونزول 3 تبديلات ولسه انا مش عارف مين مكان مين ومين هيلعب فين وبتاع، هوبا ساكا طبعا بياخد واحده كده ويحطها، يعني حاجه فرديه. وده اللي احنا قلناه، بلينجهام الماتش اللي فات حاجه فرديه، النهارده ساكا حاله فرديه. فمش ممكن يا جماعه انجلترا مش عارفه تلعب كوره غير بحالات فرديه. طبعا مش نفس ايطاليا، طبعا سويسرا كانت في ماتش ايطاليا مسيطره تماما على الماتش، ولكن انجلترا احنا قلنا من المره اللي فاتت ومن الحلقه اللي فاتت ان انجلترا عندها الامكانيه ان هي تخرج بالكوره وعندها الامكانيه ان هي تسيطر على الماتش، وده اللي احنا كنا المفروض نشوفه. احنا شفنا بقى ال5 دقايق اللي احنا بنتكلم عليهم دول، انجلترا ضغطت جامد جدا جدا، قدرت ان هي تتعادل، رجعت تاني ولا كأن في حاجه. يعني بقى المفروض خلاص انت هنا مسكت يعني زي ما بنقول زمام الامور، خلاص كل حاجه بقى، واديك اتعادلت واديك عرفت ان انت ممكن تهاجم وتلعب كالعاده، يعني زي الماتش اللي فات بالظبط بتاع سلوفاكيا. بعد جون بلينجهام لقينا برضو ضغط كده 5 دقايق 6 دقايق، وبعد كده انجلترا سابت الكرة تاني ورجعت تاني خطوطها والدنيا باظت تاني كالعاده. نفس الفكره بعد الجون على طول لقينا انجلترا بترجع، سويسرا بتسيطر على الماتش مره تانية، وكانوا في الدقيقه الاخيره هيجيبوا الجون عن طريق اندوي من كره عرضيه كده لعبها تشير، يعني كانت جميله. وكانت لولا امبولو ده دخل في الكوره كده وعكس اتجاهها كانت هتنزل على راس اندوي وكان هيجيبوا الجون وهنخلص من الماتش ده في 90 دقيقه. ولكن اضطرينا ان احنا نمد للاشواط الاضافيه. في الاشواط الاضافيه بقى يا جماعه سويسرا هي اللي ضاغطه، هي اللي مستحوذه، هي اللي عايزه تجيب الجون، ولكن سوء توفيق وعدم جاهزيه اللعيبه بعد ما استقبلوا الجون. اللعيبه تحس ان هم بعد ما استقبلوا الجون خلاص حسوا ان هم هيخسروا، فابتدوا ان هم بيلعبوا برتم بطيء جدا عن اللي ما كان بيلعب بيه منتخب سويسرا الاول. ولكن حاولوا مره، وشفنا شاكيري نزل الراجل والكوره اللي حطها يعني كانت كوره بصراحه جميله جدا، وكان ممكن يخدع فيها بيكفورد وكان ممكن يخطف الماتش بكوره جميله. وشاكيري طبعا معودنا على الاهداف اللي هي الخرافيه خاصه في اليورو. ولكن بنشوف سويسرا ما بتقدرش ان هي تحط جون في الاشواط الاضافيه، وخاصه ان انجلترا ما عملتش اي حاجه. شفنا اكانجي بعد ما زق هاري كين وطلع ونزل بداله توني اللي يعني كان سبب من الاسباب في ضربات الجزاء، الراجل حط ضربه جزاء يعني كانت خلاص على بعد سنتي كده وسومر يصدها بصراحه. ولكن شفنا انجلترا للأسف الشديد بتتأهل للدور نص النهائي عشان نشوف بقى تواجه تركيا ولا هولندا. فيعني ماتش يعني ما استحقش فيه انجلترا خالص ان هي تكسب، وسويسرا برضو
ما تأهلتش للدور نص النهائي مع انها كانت تستحق. ولحد دلوقتي بصراحة في الدور نص النهائي لما تيجي تبص كده من بعيد تقول اسبانيا وانجلترا وفرنسا، ده شيء طبيعي جدا يعني. يعني لو واحد ما اتفرجش وجاي على الدور نص النهائي على طول هيقولك ده شيء منطقي جدا. ولكن المنطقي واللي الواحد كان نفسه يشوفه في الادوار دي، كنا هنشوف مطوشة بتهيألي اقوى من اللي هنشوفها. يعني احنا هنشوف طبعا اسبانيا وفرنسا، هيبقى ماتش ممل بقول لك من دلوقتي عشان تبقى عامل حسابك، لان فرنسا هتقفل اللعب، ولكن اعتمادي كله على الله سبحانه وتعالى وعلى اسبانيا ان هي تمتعنا بكرة حلوة زي ما متعتنا من اول البطولة. هنشوف ماتش تاني بين انجلترا وايا كان هولندا او تركيا، صدقني هيبقى ماتش ممل جدا، لانجلترا هتلعب بنفس الطريقة المستفزة المملة وهتوصلنا برضو لاشواط اضافية وضربات جزاء. الثلاث ماتشات لحد دلوقتي وصلوا للاشواط الاضافية، منهم ماتشين وصلوا ضربات الجزاء. شفنا ماتش امبارح فرنسا والبرتغال، وادي النهارده انجلترا مع سويسرا. يعني يؤسفني ان برضو زي امبارح ما قلت يؤسفني على فرنسا، فيؤسفني تاني على انجلترا ان هي تتأهل لدور نص النهائي عشان تقابل بقى واحدة من هولندا او تركيا، وهنشوف هتقابل مين. ودي كده كان ملخص ماتش انجلترا وسويسرا. هارد لك لمنتخب سويسرا، قدم بطولة كبيرة وامتعنا بصراحة، يمكن امتعنا من الفرق اللي امتعتنا في البطولة، على عكس خالص انجلترا اللي ما امتعتناش في اي ماتش من الماتشات اللي لعبتها لحد دلوقتي. وبشكركم ويا رب ما كنتش طولت عليكم، وسلام.